يلا يا ساكنة حملنف وجمعة كاملة وانت تقتل فيا وتسلط عليا في سيدي بوريقة باش نحكي لك حكاية دفع الله ما كان أعظم. أي تفضل يلا وحل وذنيك مليح. والحديث للجماعة قال لك على سلطان، هاك السلطان عنده زيرو كيف كل سلطان، لكن سي السلطان هذا يكره الوزير متاعه ما يحبوش، وهذا مش عجب الملوك يكرهوا الوزراء متاعهم. مش كل ملك يكره وزيره، اما في العشرة تلقى ستة سبعة اللي يكرهوا الوزراء متاعهم، والسبب فيه صاحب نصيحة ديما مكروه، ويقولوا خذ كلام اللي بكيك وما تاخذش كلام اللي ضحكك. الوزير يبدا ديما في جنب سيده، والنهار كله هو ينصح فيه للشيء الفلاني والشيء الفلاني. تلقى الملك ظهر له باش يعمل حاجة، الوزير يقول له يا سيدي هذه ما تعملهاش. اش تقول الرعية، اش يقولوا الأمم، اش يقولوا الملوك اللي وقت اللي مش يسمعوا بيك تو. ما تعرفش في المناسبة الفلانية كيف هذه اسكندر اش عمل، ولا سيدنا عمر بن الخطاب اش كان موقفه. وما يخفاكش اللي الشريعة الإسلامية تقول ما هو كذا وكذا. أنا ما نحكمش في سيدنا وما نمنعوش، نظروا أصلح، أما هذه يحفظها له التاريخ، والأجيال القادمة يقولوا كان الملك في الفلاني عمل له عمل. الملك كيف يسمع كلام هذايا يرجع له شاهد العقل ويبطل ويعمل ما قالت به الشريعة. أما هذه حاجة كان عنده كيف باش يعملها وبطل، والوزير هو اللي طيرها له، ولو نصحوا نصيحة من الدين. وهذيك وظيفة الوزير يوقف، لكن يبدا ديما منبوز منه. اللي ديما وقف له كرمكم الله كيف الشوكة في قراجمه. عاد قلنا السلطان هذا يكره الوزير متاعه، ما ثماش علاش، اما هكا حتى ولا كل كلمة اللي يقولها الوزير ما تعجبوش. السلطان عنده أحصان يعز عليه أكثر من مموعينه، أحصان من جياد الخيل، من هاك اللي يقولوا يعلفوهم الجلجلان ويشربوهم الزر، هاك اللي يتكلموا فيهم الشعراء الكوميت والمع السريع والمع شنو. هاك الحصان هذاك مرض، وبدات الطبة ماشية جاية وكل طبيب يوصف دواء، لكن الحصان ديما التالي ليس القدام. والسلطان عرق الغضب لازل بين عينيه وخايف على حصانه لا يموت، وقال لو كان واحد يجيني يقول لي الحصان مات نلعب له براسه كما ما يقولوا، ولو تكون مرتبته. قدر ربي الحصان مات. اشكون ماشي يمشي يخبر السلطان يعرفوا مش يذن عليه بالمشنقة. باش سايس قال خاطيني، الحجاب كل واحد هرب من جهة، الطب سلوها جوينية. قال الوزير أنا نخبره، والموت والحياة بيد ربي. تخلى عليه وقف، عطاك رسلتنا ساكت. اش ثم يا وزير؟ ساكت. تتكلم مش باش تخبرني. قال له يا سيدي الحصان. قال له قل لي مات. قال له يا سيدي من فمك مش من فمي. حصاني كيفاش نعمل ما شنو. قال له يا سيدي دفع الله مكان أعظم، وإن شاء الله راسك حي وانت سلطان وتشتل وتجيب بخير منه. عجايب قال له دفع الله مكان أعظم، هو ثم مصيبة أعظم من هذه. وقعد هاك السلطان هذاك يتكمر وطيرت له، بالأخص ما هالو زين لك منطرو هذايا اللي جاي يقول له دافع الله مكان أعظم. أي تعدت مدة تنسات هاك النازلة هذيك، مرضت الملكة ماتت، أم أولاده ويعزها محزة كبيرة. حزن عليها الحزن الشديد، والسرايا لبست لكحل وطفاو الضوء من عند المغرب.
من غدو يكد فينا سلطان واقف والأمراء والملوك والسلاطين وقراصنة الدول والأعيان جاية تجري وتعزي. كيف جاء طريق الوزير كب عليه وباس له يده وقال له: يا سيدي دافع الله ما كان أعظم. كحالة الدنيا بين عينيه، عجايب. يقول لي دافع الله ما كان أعظم زاده، ثم ما أعظم من هذه؟ زعما يقولها لو كان مات هاك الكلبة مرته ما يحس الجمرة كان اللي يعفس عليها وشامت فيا وجبد من هاللاوي مش يولي له هم وهلواس. ولا يخزل الوزير كانوا يخزل سفش. بعد مدة قامت خصومة بينه وبين الملك اللي مجاوره على الحدادة اللي بيناتهم. واحد يقول أنا ترابي يوصل لهوني، والآخر يقول هذا يا ترابي أنا. كل حد شد صحيح وما حبوش يتفاهموا ويجيوا للصلح. عزموا على الحرب والميدان. بدا هاك السلطان يلم في العسكر، عبى القشلات والفصالة تفصل والخياطة تخيط في كساوي العساكر، والصبابطية تخدم للمحلة وناس تكركر في السلاح وتكدس، والسلطان يجبد في سبايك الذهب ويصرف ويدفع. أجبد ما ترد جبال تهد فرغت الخزنة. أي تقابلوا المحلات وكل حد نده شيخه. نهار الفوق ونهار اللوطة ما تكمل الجمعة إلا ما هاك السلطان هذاك المحلة نتاعو فنات، ما تبقى منها إلا اللي قال لحماية ستار وعمل على سويقاته وجا خبر. حزن السلطان الحزن الشديد، حزنت البلاد، توقفت كل حركة، الناس ماشية الحيط الحيط والسرايا كأنها درميت. وإذا بيه جاي سيدي وزير يكرفش لاكتو دخل، قدم وخر اعتكار السلطنة، قال له: يا سيدي وسع بالك، الدنيا دنيا ربي راهي، ولد المراه غالب ومغلوب، ودافع الله ما كان أعظم. هذه عظمت عليه أكثر من كل شيء، وأكثر من الهزيمة اللي تهزمها في الميدان، وظلامة الدنيا في عينيه، وعزم باش يقتل هالوزير ما عادش حاجته بيه، خليقته ما عادش حب يشوفها. عيط الواحد من الحجاب متاعو قال له: برا امشي لي كما نقولوا لجبل بوهدمه، نحبك تدبر لي في كلمكم الله لفعه. لفعه مش لازم نوصيك عادك، اللي فيها قابل تقتل 100. قال له: حاضر يا سيدي. اركب الراجل مشى للجبل، قعد جمعة من الزمان يفركس، يلقى زنز هامة عترية مسوفجة ضربتها ما فيهاش دواء، كيف هاك الأكل اللي يسميوها دقرجة في جهة عمرة والهمامة وقفصة وفي جهة هذوك. أرماها في مزود جلد وروح له بها. البيت اللي يقعد فيها السلطان بيت قبو مقاصر متاع بكري، هاك اللي في القبو يبدا ثم مرفع داير على 3 حيوط، واللي مازالوا موجودين حتى اليوم في بعض الديار هكا، مصفين عليهم مفاشك الزهر والرش، وهاك الفاجوات البندقي الالوان والمذهبين. قال له: حطها في هاك الفاجو هذا غاديك، هاك اللي في الطرف. وجبد ورقه كاغذ اطواها على 4 ورماها في الفاجو فوق اللفعه وقعد. جا الوزير: السلام عليكم، صباح الخير يا سيدي. قدم وخر اعتكر السلطنة. قال له: اقعد يا وزير. قعد. ابداوا يتحدثوا من هون لهون في شؤون الدولة، ومن قال: ترى هاوكا ورقة كاغذ في هاك الفاج، هذاك الطرفاني اللي على المرفع، شفتها؟ قال له: شفتها يا سيدي. قال له: ترى مدها لي. قام الوزير هز يده، لكن المرفع عالي عليه ما ينجمش يوصل له، ويمد يده ويدخلها في الفاج ويجبد الكاغذ. اجبد كرسي وطلع عليه باش يلحق المرفع. لكن عمك الوزير رجل كبير وصحيح على قدها ويرعش، حط ساقه الأولى على الكرسي،
هو هز الساق الثانية ويترهوج، تاخذه يده ساقه ويتقلب بيجي مفروش في القاعة. الحجاب واقفين في الباب سمعوا اللطخة، دخلوا يجريوا يسخالوا سلطان شجرانو، يلقاو الوزير في القاعة. جاو يقيموا فيه قرح، بشوي بشوي بشوي، ساقي ساقي ساقي. جاو يشوفوا فيه لقاو سويقته اتقسمت على اثنين. يا سيدي الوزير كيفاش على مراد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، بعثوا جيبوا الطبيب، جيبوا ما شنو. قال دافع الله ما كان أعظم. وقتها السلطان رجع له شاهد العقل، وفطن بنفسه اللي هو كان غالط، وقال له الله الله عليك يا وزير الزمان، اليوم فهمت الحكمة اللي في هالكلمة هذية اللي ديما تقول فيها كل مصيبة ربي عنده ما أكبر وما أعظم منها. اليوم يا وزير ربي دفع عليك ما كان أعظم. لو كان وصلت لهاك الفاج وهذاك ودخلت يدك، راهي الدفعة ضربتك دفعة دراك من قبيلة، مشيت في حيرم، وهذيك كانت أعظم من تكسير ساقك. سامحني يا وزير، قال له كنت غلط فيك. وزاد علله قدره وخلع عليه، ولا هاك الوزير هذاك وين نحطك يا طبق الورد، كلمة لا ترد. الإذاعة التونسية.